مرحبا بكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. الوصفة تاع اليوم قرنون المحشي بالجلبة مع الجلبانة، طبق تقليدي جزائري قديم وعريق، يتقدم للضيوف، يتقدم في شهر رمضان. نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في طنجرة كما راكم تشوفوا هنايا ولا في كوكوط، درت ملعقة تاع الزيت كبيرة، ملعقة تاع السمن ولا زبدة كما حبيتو ولا مارغارين، طراف تاع اللحم. انا هنا خدمت بالبقري بصح هو يجي بالغنمي، اللي يعني يكون عنده عرضه ولا في رمضان ولا استعملوا الغنمي. قليت اللحم هذوك 2 دقائق تقريبا. من بعد درت البصل المفروم، بصل هكذا مرحي، تاني قليته بيان ودبلته حتى يعني دبال بيان. من بعد نزيدو له بول تاع الجلبانه ولا اقل حسب عدد الافراد العائله ديالكم. نقلي دائما انا الجلبانه ديالي نقليها توجور بشويه، يعني واحد 2 دقائق تاخذ هذيك البنه تاع القليان. من بعد مرقت بالماء سخون. انا هنا كوم مطيبه في الطنجره العاديه، كثرت شويه الماء باش يطيب لي البقري. اللحم البقري يعني يحتاج وقت باش يطيب. دوكا لي زيبيس درت الفلفل الاسود، درت الكركم، درت السكنجبير ودرت الملح. نخلي كلشي يعني يطيب بيان حتى يعني تدخل الطياب، يدخل للحم والجلبانه. هذا الطبق خياتي كنت درته لكم العام اللي فات في القناه تاعي، يعني كان عجبكم بزاف. دوك حنا نروحوا لافاص اللي نفرسيو بها القرنون. دونك عندي هنايا كميه تاع روز طايب تقريبا 70% يعني الطياب ديالو. عندي كميه صغيره تاع فيونداشي وحبه بصل صغيره مرحيه. درت الفلفل الاسود، درت الملح وكذلك الكركم، حبه بيض. نخلط كامل هاد المكونات مليح مليح، يعني باش يتخلطوا مع بعضهم بيان بيان. من بعد نجيب القرنون. هنا القرنون كما راكم تشوفوا نقيته، درت له القارص، حكيته مليح بالقارص، حطيته فيه الماء وقارص. من بعد لكن انا على جال التصوير كنت جيت يوم نجي نحيه من الماء ونشفو، دونك راه تكحل شويه. هنايا باش الطريقه باش تعمروا بها القرنون تاعكم وما يتنحاش، يعني من ما يتقلعش من القرنون، من القاع تاع القرنون. لازم ديروا بهذه الطريقه، يعني براحه اليد تاعكم كي تعمروا هكذا المغرفه. ابيو مليح، يعني ضغطوا مليح على الحبه تاع القرنون. بعد ما وجدتهم كامل شفت يعني المرق تاعي هنا راه نقص شويه وطاب اللحم تقريبا نص طياب، كذلك الجلبانه طابت تقريبا نص طياب. دونك واش درت؟ حطيت هذوك نقصت اولا للنار، لازم تنقصوا مليح للنار، تحطوا هذوك القرنون، هذوك الحبات تاع القرنون وتخلوا يعني النار ناقصه تقريبا 2 دقائق هيداك. من بعد تقويو النار عادي. هنا من جهه واحده اخرى يعني قعد لي شويه فيونداشي ودرتو دي بولات، على بالكم كي يكون طبق هكذايا تاع رمضان ولا طبق للضيوف مليح تزيدوا توجور دي بولات تاع اللحم باش يرجع شويه شويه يعني فخم. عندي كذلك ملعقه صغيره تاع القرفه، كما على بالكم لي صوص بلونش يحبوا القرفه. شوفوا هنا الله يبارك المرقه تاعنا يعني كيفاش جات ملبيه وجات يعني من وجهها تبان يعني بنينه وطبق بزاف هايل. كما قلت لكم البنات القرفه ماهيش يعني ضروريه، اختياريه، بصح تجي بزاف بنينه مع الجلبانه ولي صوص بلونش. دونك جربوها يعني بشويه قرفه واكيد راح تعتمدوها. هنا شوفوا بعد ما قدمت الطبق تاعي يعني الله يبارك يشهي. كذلك اللحم اذا لقيتوه مازال ماشي طايب مليح نحيو القانون ديالكم مع لي بولات، خليو اللحم يطيب بيان ولا حطوه دون كوكوط مينوت تم يطيب لكم حتى يدخل له مليح طياب ويجي بنين. من بعد رجعوا للقانون يزيد يعاود يعني يسخن داخل المرقه. يلي